السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن أهم 10 دوال في الإكسل. ال10 دوال دول لو اتعلمتهم كويس حضرتك هتبقى خبير في الإكسل. هنتكلم عن الدالة sum، هنتكلم عن drop down list، هنتكلم عن sum if، average و if والcount if والvlookup والmatch والconcatenate والimage lookup. هنتكلم عن كل دالة من دول بالتفصيل. طيب نبدأ على بركة الله. الدالة الأولى sum. لو أنا عندي شوية منتجات، منتج 1 2 3 4 لغاية 9 منتجات مثلا. لو أنا عندي مليون منتج مفيش مشكلة، لا أنا بقول لك هنا على سبيل المثال اللي احنا فيه لحد 9 منتجات، وكل منتج ليه سعر معين، وده العداد اللي بيقول أنا عندي كام منتج. فأنا لو عايز أعرف الأسعار كلها هعمل إيه؟ هقوم جاي لو حبيت أعرف الأسعار مثلا هنا هقول له بيساوي sum إيه بقى؟ sum ده سوري لحد هنا، وهقفل القوس بتاعي وانتر، فهيقول لي المجموع بتاعهم 460. طيب هنلاقي هنا مجموع المنتجات الكل بقى 460. طيب تعال نزود هنا مثلا، بدل ما هي 20 بقت 30، يعني زودنا 10، اتحول ده بقى 470. طب هنا مثلا خليناها 60، زودنا 40 بقى 510. اوكي. طيب لو نزلنا بعد كده الدروب داون ليست. الدروب داون ليست هروح للديتا فاليديشن. ثواني نكبر دي، اضطريت اكبرها قوي، ما علينا. هروح للديتا الاول، هختار الخليه بتاعتي، هي ديتا الخليه بتاعتي. هروح للديتا وبعدين هروح للديتا فاليديشن اهي، ديتا فاليديشن اهي، واقوم دايس عليها. فبيقول لي انت عايز تاخد منين تاخد ايه؟ فانا بقول له عايزها ليست، عايزها لستة. طب السورس بتاعك ايه؟ السورس بتاعك ايه؟ فهقول له والله السورس بتاعي ده، تمام، وهقول له اوكي. تعالى بقى نشوف ايه اللي حصل. حط لي المنتجات، ده اسمه دروب داون ليست، دي بحتاجها في احيان كتير. نرجع نصغر تاني، خلاص نو مور مش محتاجينها. طيب انا بحتاج ده في حاجات كتير. طيب تعالى ناخد الداله sum if. يبقى انا كده دي تاني حاجه دروب داون ليست. هناخد تالت حاجه الداله sum if. ايه بقى الداله sum if؟ اقول لك مثلا لو انا عايز اجمع المنتجات، المنتج رقم 2، عندي شويه منتجات كتير قوي، انا عايز اعرف المنتج رقم 2 حقق مبيعات قد ايه. المنتج رقم 2 حقق مبيعات قد ايه؟ فهقول له بيساوي sum if. طيب بيقول لي الرينج بتاعك ايه؟ الرينج بتاعي اهو، ده الرينج بتاعي. طيب بيقول لي الكرايتيريا اللي هي اللي مطلوب، يعني المنتج انهي اللي انت طالب تجمع له الارقام بتاعته. فهقول له المنتج غالبا هجيبه له من هنا، وهوري حضرتك دلوقتي المنتج هجيبه له من هنا. طب لما تلاقي المنتج مثلا لقى مكتوب هنا منتج 2، فهو لقى منتج 2، طب اروح اجمع لك بقى منين؟ هتروح تجمع لي من هنا دوت. يبقى اول حاجه الرينج اللي هو يحتوي على المنتج والسعر بتاعه، وبعدين الكرايتيريا اللي هو انهي منتج فيهم، وبعدين السم رينج اللي هو لما الاقي المنتج اللي انت عايزه
اجمع ايه؟ اجمع ايه؟ هل اجمع هنا مثلا الارقام دي، ولا اجمع سعره، ولا اجمع ايه؟ فقلت له جمع سعره. طيب انا هقفل، طبعا مش هيديني اي قيمه، هيديني زيرو. ليه هيديني زيرو؟ لان هنا انا مش حاطط لسه منتج. تعال نقول بقى انا بجمع منتج واحد مثلا. تعال نشوف. فقال لي ايه؟ قال لي 150 30 و40 يبقى 70 70 و80 150. طب تعالى انا بجمع منتج اتنين. فقال لي 100 20 و60 80 و20 100 صح. طيب تعالى بجمع منتج تلاتة. منتج تلاتة فقال لي 210 50 و70 120 و90 210. اوكي يا جماعة. طيب نشوف اللي بعده. الافريج والاف. طيب هنرجع للجدول الاولاني نعرف ايه هو الافريج. الافريج هو المتوسط بتاعي. المتوسط. فانا عندي شويه منتجات ليهم سعر، او شويه حاجات ببيعها، وعايز اعرف متوسط السعر بتاعها. يبقى هنكتب هنا سوري، المتوسط الكلي للمنتجات. طيب المتوسط دالة سهلة جدا، بيساوي ومباشرة خالص average اهو average ايه دوت الافريج بتاع الكلام ده. دالة سهلة جدا، بقفل القوس وانتر جاب لي الافريج. دالة سهلة جدا. طيب هنا بقى دالة اف. هكتب له مثلا هنا منتج واحد. طيب طبعا احنا عارفين دالة اف بتقارن ما بين حاجتين، فهنقول له بيساوي اف. هقول له اف مثلا ديت بتساوي ديت. لو دي بتساوي دي هات لي القيمة دي، وإن ما كانش سيبها لي فاضية وانتر. راح حاطط لي القيمة دي اللي هي 30. أنا قلت له لو الخانة دي بتساوي الخانة دي حط لي الخانة دي، وإن ما كانش سيبها لي فاضية. طب تعالى نحط هنا مثلا، نحط ده مثلا نسميه منتج اتنين مثلا. اتنين هنلاقي إن الخانة بقت فاضية. ليه؟ لأن سي 26 اللي هي ديت، سي 26 اللي هي ديت دلوقتي لا تساوي سي 15 اللي هي ديت. امتى تساويها؟ لو انا خليت منتج اتنين هو بقى كتبت هنا منتج واحد. اوكي، يعني لما اجي هنا اكتب منتج واحد هتظهر لي تاني. اوكي يا جماعة، دي قاعدة اف. طيب نخش في الكاونت اف. لو انا عايز اعد في كام منتج اتنين هنا، يعني عدد منتجات اتنين هنا في الخلية دي. طيب هقول له equal count f بتعد للعد، يعني count f. تمام. بيقول لي الرينج عايز تعد في انهي نطاق. والله انا عايز اعد في النطاق ده. طيب عايز تعد ايه؟ عايز اعد في كام منتج اتنين في النطاق ده واقفل. فهيقول لي في اتنين منتج اتنين في النطاق ده. طب لو قلت مثلا ده كمان خليته منتج اتنين،
فقال لي بقى في 3 منتج 2 في النطاق ده. تعال نخلي دي كمان منتج 2 عشان شكلها مش عاجبني. منتج 2. فقال لي بقى في 4 منتج 2 في النطاق ده. طب لو أنا عايز أعد منتج 1 يعني دوت يبقى 1، فهيقول لي في 1 بس منتج 1 في النطاق ده. فهمنا الفكرة يا جماعة؟ طيب دالة الفي لوك اب دي دالة بحث. يعني ايه؟ يعني انا هقول له دلوقتي انا عندي منتج 1 هنا، هقول له equal في لوك اب، دالة شهيرة جدا، ابحث لي عن منتج 1 فين؟ في النطاق ده. ماشي؟ ولما تلاقيه هات لي، يعني هو دخل النطاق ده دور على منتج 1 لا اهو، يقوم مدور لي في العمود رقم 2 في نفس النطاق. في العمود رقم 2 في نفس النطاق هات لي السعر من العمود رقم 2 في نفس النطاق، لان ده العمود رقم 1 وده العمود رقم 2، يبقى العمود رقم 2 نفس النطاق. وفي الاخر لازم احط 0 لان انا عايز اجابه اكزاكت، اجابه مظبوطه. تمام؟ واقول له انتر، فهيقول لي منتج 1 ب50. طب لو انا حولت منتج 1 هنا لمنتج 4 مثلا، فقلب 80. عرفنا فايدة ال VLOOKUP، دالة شهيرة جدا يعني، دالة شهيرة جدا. أول حاجة بتدور على إيه؟ بدور على منتج 4 فين؟ في أنهي نطاق؟ في النطاق دوت. طب عايز بعد لما ألاقي لك منتج 4 في النطاق ده أدور على أنهي عمود؟ تاني عمود في نفس النطاق، وفي الآخر 0. بس لازم اللي أكون بدور عليه يكون جاي في أول عمود، وده عيب الدالة VLOOKUP، إن اللي بدور عليه لازم يكون جاي في أول عمود. لو ما جاش في أول عمود هيقول لي مش لاقيه. أوكي يا جماعة؟ طيب نخش على اللي بعده، الدالة ماتش. الدالة ماتش دالة يعني جميلة، هي بتجيب لي رقم الصف، بتجيب لي رقم الصف. فأنا لو عندي مثلا كلمة منتج 2، تعالى هنا ديليت. طيب هقول له بيساوي ماتش. ماشي؟ انت بتدور على ايه؟ بدور على منتج 2. بتدور عليه فين؟ بدور عليه هنا في النطاق ده. وعايز إجابة exact، إجابة بالظبط. فهيقول لي منتج 2 في النطاق ده في تاني صف في النطاق. ادي النطاق بتاعي، هو في تاني صف في النطاق بتاعي. طب تعالى كده نحول، نخلي ده منتج 2 كده. هو بيشوف اول اجابة بس يا جماعة، فهو اول ما دخل على النطاق بتاعي لا دخل لقى منتج 2، فقال لك ده في اول صف. طب تعالى نخلي ده 1 وده 1 برضو. فقال لي نوت ابليكابل، انا مش لاقي منتج 2. تعال نحطه هنا مثلا، منتج 2 هنا. فقال لي في رابع صف، قال لي في رابع صف. اوكي يا جماعة، نرجع بقى كل حاجة زي ما كانت، عشان انا هسيب لحضراتكم الفايل ده للي عايز يتعلم. طيب ديت الدالة ماتش. الدالة كونكاتينيت. الدالة كونكاتينيت ديت بتجمع الارقام مع الحروف مع يعني لو انا عندي خلية فيها الاسم مثلا الاول وخلية فيها الاسم التاني، فبقول له كونكاتينيت واجمع الاول مع التاني. بنعملها ازاي؟ مثلا كونكاتينيت ايه؟ ده مع ده مع ده مع ده مع ده، واقفل القوس ونتفرج عليها AB 100 DE.
طيب حضرتك تقول لي طب لو انا حبيت اسيب من بينهم مسافات، هقول لك انا ممكن اقوم جاي كده واقوم عامل كده وسايب مسافة وانتر. نلاحظ ان الايه بقت في حتة والبي بقت في حتة، في ما بينهم اهو ايه، بقى في مسافة. تمام. طيب يبقى ناقص اخر حاجة